السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. معكم اخوكم عبد الله ابو فرح. المهم جايب لكم مقطع عن مواعيد صدور الديلسيات كاملة. يعني الدي ال سي بقى 3 دي ال سي اللي هن 4. الاول راح اللي هو حق اويكننج، بقى 3 بالطريق. فبعلمكم متى يصدرون عشان يكون عندك خلفية يعني متى يصدر الدي ال سي، تعرف يعني راح احط لك اياه تاريخ الهجري والميلادي. ما علينا. المهم في سؤال يتكرر قبل ان نتكلم عن موضوع الدي ال سي هذا. في سؤال يتكرر، وش الدي ال سي الخامس اللي راح ينزل؟ في ناس كثير تسأل الشركة، يعني تقول ترايارك من اول ما نزلت اللعبة ليومك هذا، وراح يستمرون يسألون عن الدي ال سي الخامس. ممكن حتى لو الشركة مين مخططة للحاجة هذه راح تخطط، راح تحاول تسويه، لان في جمهور كبير يطلب الحاجة هذه. يشوفون 4 دي ال سي يعني شيء قليل جدا. فما ادري عاد. بس ترايارك يعني كالعاده جاوبت اجابه استراتيجيه، يمكن ايه يمكن لا. يعني مش معقول. يعني ديفيد فندرهار سالوه ناس كثير عن الكلانات، قال يمكن ايه يمكن لا. سالوه عن الكل ستريك، قال ممكن يكون في كل ستريك ممكن ما يكون في كل ستريك. سالوه عن الشخصيه العاشره السبيشالست، قال ممكن تنزل ممكن لا. يعني الشركه هذه قاعده تجاوب دايم، او الاستوديو عفوا استوديو ترايارك، من خلال متحدث حقهم اللي هو ديفيد فندرهار، اللي هو متحدث الكوميونتي او حاجه زي كذا. دايم يجاوب اجابات يمكن ايه يمكن لا. مش معقول انت يا انك تقول ايه يا انك تقول لا. انت يعني بنفس الشركه يعني قاعد تشتغل. مش معقول يعني متحدث يا ابيض يا اسود، ما فيش رمادي. يعني لازم انك تجاوب. فالشركه هذه او الاستوديو هذا صراحه غريب جدا. ما علينا. خلينا نشوف موعد صدور الدي ال سيات والدي ال سي القادم. يعني عندنا الدي ال سي الثاني راح يكون ب5 ابريل 2016 اللي هو 26/6/1437. لكن الغريب ما في اي اعلانات عنه الى الان. يعني انا شكيت بالتاريخ هذا، لكني هذا حصلته باغلب المنتديات هذا هو التاريخ. حتى يعني متوقع، يعني شيء طبيعي. يعني نفس بلاك اوبس 2 راح يكون الترتيب يعني نفس بلاك اوبس 2. يعني ينزل بعد بشهر، ينزل على الاكس بوكس، بعد بشهر ينزل على بلاي ستيشن دي ال سي الثاني. قبل كان لا زي كذا، يعني ينزل على الاكس بوكس، بعده بشهر بلاي ستيشن، بعده بشهر ينزل على الاكس بوكس الدي ال سي الثاني. فنفس النظام يعني متوقع، لان ما عندك الا سنه. بعد كم شهر يعني اذا عديت هالسنه هذه وانت ما نزلت ماباتك راح ينزل جزء ثاني الكود، فانت مجبور انك تنزل بالطريقه هذه. فمتوقع انه 5 ابريل. هذه المعلومات اللي يعني يقولون تسربت من نفس الاستوديو، يعني حصلوا عليه ناس يعرفون الناس بالاستوديو، اللي هو 26/6/1437. اوكي. عندنا الدي ال سي الثالث راح يكون بتاريخ 7 يونيو 2016، يعني ب1/9/1437، يعني باول يوم من رمضان ان شاء الله راح ينزل الدي ال سي الثالث. اتوقع يعني برمضان معروف الزومبي شيء كويس. اوكي طيب. عندنا الدي ال سي الرابع والاخير على كلام الشركه انه ب9 اغسطس 2016، يعني ب5/11/1437. اوكي طيب. بعد ما عرفنا الحين موعد صدور الدي ال سي، وش تتوقعون عن الدي ال سي الخامس؟ هل هو راح يكون موجود او لا؟ الناس حبت شغله انه تنزل مابات الزومبي كريميك، مثل ما سووا بكود 7. يعني نزلوا مابات وورد توار دي الرايش والمابات هذه كلها نزلوها على كود 7 مع اخر دي ال سي اللي هو حق مون. اتوقع اي حق مون. نزلوا لك المابات حقت الزومبي اللي كانت بورد توار، يعني تقدر تلعب على بلاك اوبس، وكان الجرافيكس حقه محسن، يعني سووا له ريميك. فالناس يعني الحين طمعانه بحاجه انهم ينزلون جميع مابات الزومبي حقت وورد توار وبلاك اوبس 2 وبلاك اوبس 1 مع الدي ال سي الاخير، او انها تكون يعني بفلوس تنشرها. يعني عادي، يعني لو تنزلون لانه بفلوس راح نشري. يعني اغلب الناس يقولون زي كذا. فالشركه ممكن انها تفكر بالريميك هذا، وممكن انك تنزل، ممكن انك تنزله. انت بالنسبه لك لو كنت يعني خيروك، يعني ابيك تكتب لي بالكومنت لو خيروك انهم مو لو خيروك حقت المبزره هذه اللي تاكل طماط ولا تاكل بصل، لا، لو خيروك ان الدي ال سي الخامس راح ينزل مثلا، راح يسوون دي ال سي خامس، هل انك تحب تشوف ماب جديد واربع مابات شو اسمه مالتي بلاير، ولا انك تحب ينزلونك كل مابات الزومبي اللي قبل سووا له الريميك وينزلونه لك على نفس طريقتهم اللي سووا بكود 7 مع وورد توار؟ وش الحاجه اللي انت تفضله؟ فيب الى هنا وصلنا نهايه المقطع. نشوفكم على خير. بيس. السلام عليكم.